هل ايفون 14 برو يستحق الشراء في 2025؟ عدى اكتر من سنتين على اطلاق شركه ابل لسلسله ايفون 14، وفي ناس كتير بتفكر تشتري التليفون ده. بنسبه كبيره هيبقى اغلبهم مستعمل، لان التليفون قليل قوي لو لقيته جديد. فبعد مده كويسه من الاستخدام، هل الايفون 14 جهاز يعتمد عليه في 2025؟ كمل الفيديو. طبعا هنا في نقطه التصميم، انت بتاخد تصميم ما فيهوش اي تنازل من اي حاجه. ده غير كمان ميزه قويه جدا، ان شكل التليفون ما اتغيرش. فانت معاك 14 اكنك معاك 15 اكنك معاك 16. فروقات ما يلاحظهاش غير المستخدم التقيل قوي، لكن كشكل سواء من ورا من الكاميرات او من قدام صعب جدا حد ياخد باله ان في فرق. فانت اشتريت ديزاين السنه، يعني لو شلنا الامكانيات والسبيكس على جنبه وبتدور على شكل، فانت خدت ديزاين السنه. 2025 انت واخد نفس الديزاين، مع اختلاف ان في الفريم مثلا بقى تيتانيوم بدل ما كان ستانلس ستيل. فانت ادفانتج هتحط كده كده التليفون في الكفر، فالادفانتج دي هتتلغي على طول. هيبقى شكل الكاميرات واحد، مفيش اي اختلاف. ممكن حجم العدسات تتغير شويه، بس دي عايزه برضه حد دقيق جدا ان هو ياخد باله ان في فرق في الحجم. في نقطه زي دي عايزه حد دقيق قوي ان ياخد باله ان في فرق في الحجم ما بين دي ودي. زي ما بقول لك، مستخدم عادي، حد طبيعي، لو انت الشكل بيفرق معاك فانت مفيش اي تنازل في الشكل. بس لو اذكر عيب في التصميم ده بجد، وزن التليفون تقيل جدا. بصراحه التليفون مرهق، سواء برو او برو ماكس. جات لي فرصه واستخدمت الاثنين مده كويسه، فعلا فرق رهيب في الوزن ما بينه وما بين اي تليفون تاني. انت استخدامه كتير بيتعب لك ايدك، سواء مثلا لو مسكتك كده او حاجه صبعك ده بيوجعك. ماسكك كتير، التليفون وزنه مش مريح على المدى البعيد. طبعا لو هنتكلم على الشاشه، فالشاشه هنا سوبر ريتنا بتقنيه الاكس دي ار، حاجه كويسه جدا جدا جدا. الشاشه هنا الكواليتي بتاعها كويس جدا، فعلا مش هتحس باي تنازل. التليفون فلاج شيب من ابل من سنتين بس، تليفون مش قديم. الشاشه هنا ما فيهاش اي تنازل، هتاخد شاشه قريبه جدا من شاشه ال 16 برو. الشاشه شكلها حلو جدا، ما فيهاش اي تنازلات بالتصميم الجديد. فانت ما فيش اي حاجه هتحس ان انت مفتقدها ما بين ايفون 14 او لحد ايفون 16. ده غير ان التليفون بيجي بروموشن 120 هرتز، فسلاسه الاداء في الجهاز ده مرعبه. فالتليفون كويس جدا في الاداء اليومي، ما فيهوش اي تنازلات، ما فيش اي حاجه ناقصه في التليفون. انت بتاخد اداء فلاج شيب لحد النهارده، ما بتحسش ان في فرق. يعني انت لو مسكت 16 برو مش هتحس باي فرق ملحوظ. يبان الفرق في الاداء التقيل، في الحاجات الحصريه للتليفونات الجديده، زي تجربه الجيمنج اللي بتبدا معاك من ايفون 15 اللي مش هتبقى موجوده هنا، او تجربه الذكاء الصناعي اللي برضه متوفره من ايفون 15 ومش هتنزل هنا. دي حاجات سوفت وير، ابل بتقول انها ليها علاقه بالهاردوير، بس في الاول وفي الاخر سيستم. واشوف ان ايفون 14 كان يستحمل ابديت زي ده، وكان يستحمل حاجات زي دي. فانت لحد دلوقتي مفيش اي تضحيه حرفيا تذكر او نقول انها تضحيه بجد ما بين سلسله ال 14 لحد ال 16. ده غير كمان ان لما نزل ايفون 14 كان في مشكله في الاولويز اون ديسبلاي، انها بتحرق البطاريه حرق. فانت دلوقتي بعد الابديتس الاخيره اللي نزلت التليفون، بقى الاداء قريب جدا ومشابه جدا لتليفونات ابل العاديه سواء 15 او 16. مفيش الفروقات الرهيبه في البطاريه. نروح للاداء والمعالج. هل الاي 16 بايونيك في مشكله؟ يعني هل هو اداؤه هيبقى مثلا ضعيف، هتحس ان التليفون تقيل بتاع؟ اطلاقا نهائي. انت هتاخد اداء يومي شبه ممتاز، ما كانش على نفس درجه كفاءه ال 16 وال 15. بس زي ما قلنا، المهمات التقيله تحس ان فيها مشكله. يعني مثلا هتنزل الجيمز التريبل اي الجديده، مش متاحه على التليفون، مش موجوده. هتعمل اداء تقيل على التليفون، مالتي تاسكينج كبير جدا مش عادي، لانه في المالتي تاسكينج العادي هيديك كفاءه واداء، لكن هتعمل حاجه تقيله. هتعمل مونتاج، هيمنتج معاك كويس جدا، بس مش هيديك السرعه اللي موجوده في ال 16 وال 15. فدي الحاجات اللي ممكن نتكلم انها هتبقى قصور في التليفون مش عيوب، لان التليفون مفيش حاجه لحد دلوقتي تعيبه نقدر نقول ان هو العيب المميت. لا، التليفون ده ما ينفعش استعمله، لا مش موجود. نيجي للكاميرات اللي هي هنا نقطة قوة رهيبة في التليفون. الكاميرات في التليفون ده بجد حاجة من عالم تاني. انت بتاخد كفاءة تصوير، بتاخد بالجهاز ده صور فعلا مفيش اي اختلاف جذري بينها وبين اي فلاج شيب موجود سواء ابل او سامسونج. دي تجربة تصوير فيديو ايفون 14 برو، بنجرب هنا في النهار ونشوف التفاصيل. وهنحول دلوقتي على ال 2 اكس زوم.
طبعا دلوقتي بنصور فيديو ايفون 14 برو ونشوف دي تجربه كده حاليا. حتى الصوت طالع من دلوقتي الايفون 14 مش من المايك، فعايزين نعرف صوت والجوده بتاعته هتطلع عامله ازاي ونجرب ونشوف. دي تجربه تصوير فيديو 1 اكس زوم بالكاميرا الخلفيه. انا شايف بصراحه كويسه جدا الاضاءه. ممكن نتحرك عشان نشوف التثبيت ايه نظامه. انا كده دلوقتي بمشي، نشوف التثبيت بالليل ايه وضعه، هل فيه اهتزازات. نجرب مع بعض كده. انا هحول على ال2 اكس نشوف لما حولنا ايه برضو ايه الوضع، نشوف الاداء عامل ازاي. وبرضو من مايك الايفون دلوقتي صوتي طالع عشان ناخد التجربه كامله. دي تجربه تصوير فيديو سيلفي بالكاميرا الخلفيه للايفون 14 برو. بنشوف دلوقتي مع بعض في الاضاءه الليليه ايه الوضع، في نويز، ايه اللي هيحصل وبس. انا شايف يعني الى حد ما الكاميرات كويسه بالليل، واضحه. انا في شارع مش ضلمه قوي، الاضاءه مش قاتمه، بس برضو مفيش اضاءه قويه والاداء كويس مقبول. الموضوع فروقات بسيطه جدا للناس اللي بتدقق قوي، لكن انت هتاخد صورتك ترفعها على السوشيال ميديا، تنزل ستوري، كل ده صور فوق الممتازه. لكن انت لو بتتكلم بقى على انا عايز الكاميرا مش عارف ايه او كده، برضه موجود في التليفون. التليفون مش مقصر في حاجه، انت بتاخد باكج كامله مش ناقصها اي شيء. عشان نكون صراحه مع بعض، الكاميرات هنا ادائها شبه فلاج شيب السنه دي. هتاخد الكاميرا الرئيسيه 48 ميجا بكسل، ولو هنذكر بقى ان في داون جريد في الكاميرات هيبقى موجود في التصوير الليلي. هنا هيبان الفرق بينه وبين ال 15 وال 16. هتحس لا هنا بقى في نقطه، في فرق. لكن كتوتال زي ما قلنا هرجع واقول مفيش اي قصور في الكاميرات. وبرضه هرجع واقول لو بقول ان في اختلاف فهنا بقارن بال 15 برو وال 16 برو اللي هم فلاج شيبس السنه واللي قبلها على طول، فطبيعي يكون في ابجريد، ده حاجه مفهومه. بس هل ده معناه ان هنا الكاميرا بالليل وحشه؟ لا، برضه بتاخد نتائج كويسه جدا ومرضيه جدا. نيجي بقى للحاجه اللي بتفرق كل ايفون عن التاني، وهي البطاريه ونسبه البطاريه. بما انك رايح تشتري تليفون مستعمل بقاله سنتين، ما تتوقعش ان البطاريه تبقى فوق ال 90%. دي حاجه طبيعيه. وخد بالك لو لقيت البطاريه فوق ال 90% انت تشك في الجهاز، لان ده كده معناه ان هو ممكن يكون اتعمل له صيانه، ممكن يكون اتغير له بطاريه. فدي حاجه لازم تاخد بالك منها. انت هنا بتتكلم في تليفون عمره سنتين وماشي في الثالثه، فلازم يكون البطاريه نزلت عن 90%. دي حاجه بديهيه. وانا اشوف لو جبت بطاريه فوق ال 80 هيبقى حاجه كويسه جدا. 85 فما فوق اداء البطاريه كويس جدا. التليفون اللي هنا بطاريته 89%، وانا اشوف ان ده رقم ممتاز جدا. يا دوبك استخدام، مش هتحتاج اكتر من كده. اداء البطاريه ما بقاش كارثي، تقضي معاك اليوم كويس. بس زي ما احنا عارفين تليفونات ابل كلها طالما قررت تشتريها فانت كده بتستغنى عن سرعه الشحن. التليفون هنا بيجي بسرعه شحن عاديه جدا 20 واط، زيه زي اخواته الكبار برضو، مفيش اي اختلاف. فانت واخد نفس الفئه بنفس كل حاجه بسرعه الشحن. لسه الابجريد بنسبه كبيره هيبقى في الايفون 17. نيجي هنا مثلا للفيس اي دي، كفاءته عاليه جدا. التليفون بيفتح طياره، مفيش اي لاج. التليفون يا دوبك بيشوفك بس بصيت له بيفتح على طول، سواء في نور في ضلمه. كفاءته عاليه جدا، مش هتحس باي تقصير او مثلا الايفون الاحدث ده اعلى، ده بيفتح اسرع او كده. لا، كلهم تقريبا نفس السرعه نفس الكفاءه، مفيش اي اختلاف. ده غير ان لسه كمان برضو من المميزات اللي فيه ان انت معاك ابديتس كتير. لسه التليفون بقاله سنتين بس، فانت بتتكلم يوم ما ابل ترميه قدامه 3 سنين ابديت لسه، فانت معاك تليفون عمره طويل. ودي ميزه مهمه جدا في ابل، اللي بدات شركات دلوقتي زي سامسونج مثلا وجوجل توفر لك برضو تحديثات كتيره جدا لسنين كتير عشان تليفوناتها تعيش. انا لو هتسالني ايه عيوب التليفون ده، اول عيب ان لسه التليفون ده بلايتنينج. دلوقتي التايب سي هو المعتمد في كل مكان، ان انت تدور على شاحن انت الوحيد اللي هتبقى مختلف، فالموضوع ده مش مريح. برضه سرعه نقل بيانات مش زي تايب سي، فانت فعلا الموضوع ده ممكن ياثر. وخصوصا ان العيب الثاني مرتبط بالعيب الاول بس بشكل غير مباشر، وهو السعر. التليفون ده سعره مستعمل مش رخيص خالص. انت ممكن تشتري بسعر التليفون ده مستعمل تليفون فلاج شيب من شركات ثانيه جديد. حط دي في الاعتبار. فانت هنا خدت مميزات من ابل وخدت تليفون كويس جدا، بس سعره مقارنه بانه مستعمل وبقاله سنتين غالي مقارنه باي منافس نزل معاه في نفس السنه. فان انت تاخده وفي نفس الوقت هو بيجي بمخرج لايتنينج مش حديث، مش المتطور، مش الجديد بس. فانت لو تسالني انا بتلكك للجهاز، بتلكك للجهاز، ما هو انا بعمل مراجعه فلازم امسك عليه كام عيب. فهو العيب الوحيد زي ما قلنا السعر، ان هو غالي مقارنه بتليفونات تانية بتديك نفس الكواليتي تقريبا وجديده سعر اقل، ومخرج اللايتنينج بس. غير كده تليفون لو ما عندكش مشكله في العيبين دول امورك تمام. لو انت بقى هتسالني هل في 2025 تشتري التليفون ده لو لقيته سعره مناسب وبطاريته كويسه؟ اكيد طبعا اكيد. تليفون مش بينقصك حاجه، تليفون مش بيعطلك عن حاجه، تليفون اداؤه مستقر، اداؤه كويس، كاميراته ممتازه، سوفت وير ثابت.
بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم حازم تيك فيو، سلام.